ما بقدر أوصف لكم قد إيه أنا من عشاق الكشري. اليوم رح نعمل الكشري المصري بالطريقة الأصلية مثل المطاعم ويمكن أطيب. فيلا نبلش. بالبداية أنا قاعد نص كوب عدس بني مدة ساعتين بمية دافية. وأول خطوة في طبخ الكشري منقطع بصلة بيضة شرائح رفيعة على قد ما نقدر، منحط لها معلقة نشا ومعلقتين طحين، منقلبها كتير منيح لتتغلف كل شرايح البصل بالطحين والنشا، ومنقليها على النار بزيت غزير وحامي. ما منقلبها بالبداية لتبدأ تاخد لون، بعدين منبدأ نقلبها لا تتحمر وتعطينا لون ذهبي حلو بهاي الطريقة. إذا كان المقلى صغير منحاول نعمل البصل على دفعات عشان يعطيني نتيجة حلوة وقرمشة بالنهاية. أنا عملتهم على دفعتين، وهيك بعد ما خلصت الكمية كاملة شوفوا ما أحلى اللون والقرمشة طلعت جدا رائعة. أخذت كمية من زيت قلي البصل وراح أستخدمه في كل مراحل طبخ الكشري، وهذا سر الطعم الأصلي للكشري. وللخطوة الثانية راح نحضر المعكرونة، مية مغلية مع رشة ملح. المعكرونة استخدمنا نوعين، السباجيتي كسرناها بهذا الحجم، والمعكرونة الصغيرة الحلقات أو أي معكرونة صغيرة متوفرة عندكم. منخليها على النار لتستوي وبعدين منصفيها. منحط معلقتين كبار من زيت قلي البصل، وهاي الخطوة كتير مهمة حتمنع التصاق المعكرونة ببعض لما تبرد، وراح تعطيها نكهة كتير طيبة. وللخطوة الثالثة للكشري راح نحط مغرفة من زيت قلي البصل، نص كوب شعرية، منقلبها كتير منيح لتعطينا اللون والتحميرة المطلوبة. كوب رز مصري غسلته 3-4 مرات ما نقعته، بعدين صفيته وخليته ينشف تماما. بنزله على الشعرية وبقلبه كتير منيح لأتأكد إنه كل حبات الرز تغلفت كتير منيح بالزيت، وهذا رح يساعدني إنه ما يخبص الرز ويطلع معي كتير حلو. هلا شايفين كيف اتفتحت معي حبة العدس ومر عليها ساعتين، يعني تقريبا كأنها استوت نص سوا. مننزلها على الرز ومنقلبها دقيقتين، وبعدين منحط رشة ملح فلفل أسود وكمون، منقلبهم مع بعض. بعدين مننزل كوب ونص من المي الدافية. لازم المية تكون على مستوى الرز، ما منخليها أعلى من هيك أبدا، على نفس المستوى. وبعدين منخليها على نار عالية. أول ما يتشرب الرز المي منوطي النار شمعة ومنخليها 20 دقيقة على نار جدا هادية. وهيك صار جاهز معنا الرز، شوفوا ما شاء الله كيف مفلفل وطعمه جدا رائع. وهلأ رح نحضر صوص الكشري. رح ناخد من زيت قلي البصل حننزل عليها معلقة من الثوم المهروس 3 دقايق، بعدين بنزل معلقة كبيرة من الخل الأبيض، معلقة صغيرة من معجون الطماطم، بقلبهم شوية مع بعض على النار. بعدين بضيف كوب من صوص الطماطم الجاهز أو حبتين طماطم مفرومين بنفس الكوب. حطيت ربع كوب مي، نص معلقة صغيرة من الملح الكمون والكزبرة، نص معلقة صغيرة سكر رح تعادل حموضة الطماطم ورح تعطيني طعم كتير طيب للصوص. نص معلقة صغيرة فلفل أحمر حراق. طبعا الفلفل الأحمر اختياري، إذا مو حابين تحطوه ممكن تستغنوا عنه، أو إذا حابين تعملوا الشطة منفصلة ممكن تعملوها بمقلة تاني. معلقة من زيت قلي البصل مع معلقة من الفلفل الأحمر، بقلبهم دقيقتين، بعدين بنزل عليهم مغرفة من صوص الطماطم. وللدقة رح نحتاج نص كوب مية مغلية، ربع كوب خل، عصير نص ليمونة، ملح وكمون، ومعلقة صغيرة من الثوم المهروس. بنقلبهم كتير منيح، وهيك صارت الدقة جاهزة معنا. وهيك صارت جاهزة معنا كل مكونات الكشري. هلأ صار وقت التطبيق. بنطبق أول شي بننزل الرز مع العدس والشعرية، بعدين بنحط المعكرونة المسلوقة، وبعدين الحمص المسلوق. طبعا أنا سلقاه ومجهزاه مسبقا، ممكن تستخدموا المعلب الجاهز إذا ما عندكم وقت. صوص الطماطم والبصل، وهيك صارت جاهزة. ما بقدر أوصف لكم كمية السعادة في هذا الطبق. عن جد على قد ما هو بسيط على قد ما طعمه جدا رائع. إن شاء الله يكون سهلت عليكم الطريقة. طريقته جدا بسيطة وطعمه جدا رائع مثل المطاعم. بتمنى تجربوها وتعجبكم، وصحتين وألف عافية.